ازيك يا بطل؟ انت دلوقتي داخل على محطة تغيير حقيقي. هنا في تطور. احنا مش بس بنتكلم على الانتاجية، احنا بنبنيك من جديد. لو ناوي تخرج من الفيديو ده بشيء يغير يومك وحياتك، يبقى ركز، لان اللي جاي هيفرق كتير. يا أهلا بيكم مستمعينا في قناة تطور. معاكم أحمد النهاردة. وأنا معاكم سلمى. النهاردة بقى جايين نتكلم في حتة كده بتحصل لنا كلنا تقريبا. اللي هي إيه بقى؟ إننا نبقى عارفين كويس قوي المفروض نعمل إيه، صح؟ المعلومات كلها عندنا بس تلاقي الجسم متكلبش في مكانه مش بيتحرك. بالظبط. الدماغ شغالة مية مية والجسم في حالة ثبات، زي اللي بيتفرج على فيديوهات تحفيز وهو ماسك طبق الفشار. هو ده بالظبط. فالنهاردة هنغوص شوية في الموضوع ده ونشوف التحليلات بتقول إيه. تمام. الفكرة الأساسية اللي الطرح ده بيقدمها إن القصة مش قصة نقص معلومات خالص. لا، أمال إيه؟ لا، كتير مننا عارفين الخطوات أو على الأقل أول خطوة. المشكلة في حاجة أعمق شوية، بيسموها المقاومة. المقاومة؟ زي بتاعت الفيزياء كده؟ لا، مش للدرجة دي. المقاومة النفسية بقى، الميل للتأجيل ده، التسويف اللي بنعمله. اللي هو الواحد يفضل يأجل يأجل. أيوة، بس مش مجرد كسل. التحليل بيقول إنها زي آلية دفاع كده. العقل بيخلق لك مبررات شكلها منطقي جدا عشان ما تتحركش. زي إيه المبررات دي؟ أنا عندي كام واحد جاهزين دايما. أكيد كلنا عندنا. زي مثلا الإحساس إن لأ، الوقت ده مش مناسب خالص، حاسس بإرهاق فجأة كده، أو لأ أنا محتاج أعرف أكتر الأول، لازم أخطط أحسن. أو بستنى اللحظة المناسبة، الإلهام اللي هينزل عليا فجأة ده. بالظبط. ودي أكبر فخ تقريبا، فكرة اللحظة المناسبة دي. التحليل بيقول إنها غالباً مش بتيجي أصلاً. يعني الانتظار ده وهم. هو مجرد تأجيل للفعل. والمشكلة الأكبر إن المعرفة في حد ذاتها زي ما المصادر بتقول ممكن تديك إحساس وهمي بالإنجاز. اللي هو أنا قريت وفهمت، يبقى أنا كده عملت اللي عليا. تماماً. مع إن مفيش أي حركة حصلت على أرض الواقع. كلنا حافظين جمل زي ابدأ صغير، استمر، أور، بس مين بيطبق فعلاً؟ دي حقيقة للأسف. طب والحل إيه بقى عشان نكسر الدايرة دي؟ الحلول المقترحة بسيطة ومباشرة جداً، خطوتين أساسيتين. قوليلي. أول حاجة لازم نعترف بشكل واضح وصريح إن المشكلة مش في إني محتاج معلومة زيادة. لا، المشكلة في الفعل نفسه. لازم أبدأ. يعني نغير التفكير من عايز أعرف أكتر عايز أتحرك دلوقتي. بالظبط كده، ودي أول خطوة. الخطوة التانية بقى اللي هي النتيجة طبيعية للأولى. ابدأ فوراً. فورا؟ أيوة فوراً، بحاجة صغيرة جداً وبسيطة قوي، متخوفش، مش لازم تكون مثالية خالص. يعني مثلا؟ يعني لو عايز تسجل فيديو، سجل مقطع دقيقة واحدة بس. لو عايز تذاكر، ذاكر 10 دقايق. عايز تكتب خطة، اكتب نقطتين بس. أي حاجة تكسر حالة الجمود دي. فهمتك. المهم أكسر الوقفة دي وخلاص. هي دي الفكرة كلها. الفعل الصغير ده بيقلل إحساس إن الموضوع كبير وتقيل. وهنا بقى نوصل للنقطة اللي بجد حسيت إنها قلبت تفكيري شوية. اللي هي؟ فكرة إن الحركة هي اللي بتخلق الدافع مش العكس. دي نقطة مهمة جدا فعلا. دايما كنا بنستنى نحس بالدافع عشان نشتغل، لكن هنا بيقولوا العكس هو اللي صح. تماما. لازم تبدأ تتحرك الأول، حتى لو مفيش حماس قوي في الأول. الحركة نفسها هي اللي هتولد الدافع والحماس بعدين. سبحان الله. يعني نبدأ الأول وبعدين الدافع يجي. هي دي الخلاصة. عشان كده التحدي الأكبر مش في المعرفة. التحدي الحقيقي في إننا نتخطى حاجز المقاومة ده ونبدأ فعلا نتحرك. معركة ضد الوقفة مش ضد الجهل. بالظبط كده، ملخص ممتاز. وعشان نطبق الكلام ده بقى، التحليل بيخلص بتحدي عملي كده. اللي هو إيه؟ إن كل واحد بيسمعنا دلوقتي يختار حاجة واحدة بس، مهمة واحدة كان مأجلها بقاله فترة، وأول ما نخلص كلامنا ده يقوم يعمل فيها خطوة واحدة بسيطة. خطوة واحدة بس؟ أي خطوة مهما كانت صغيرة أو شكلها عشوائي، المهم كسر الحاجز الأول بتاع المقاومة ده. فكرة ممتازة كتطبيق عملي. يبقى كده لخصنا أهم الأفكار، فهمنا يعني إيه مقاومة، وعرفنا إن الحل في الحركة حتى لو صغيرة. بالظبط. التركيز كله على البدء الفوري بخطوات بسيطة عشان نتجاوز المقاومة دي. شكرا جدا ليكم يا جمهور قناة تطور على وقتكم ومتابعتكم، بنتمنى تكونوا استفدتوا. فعلا شكرا ليكم، وإن شاء الله دايما بنقدم لكم حاجات مفيدة. ونسيبكم بقى مع السؤال ده للتفكير. يا ترى إيه هي أصغر خطوة ممكن تاخدها دلوقتي حالا عشان تبدأ تغير حاجة كنت مأجلها؟ فكروا فيها. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي.
أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وانت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً انت مش لوحدك وانت أقوى مما تتخيل.